استاذ زهراني رئيس نادي طنطا، أولا مبروك على تجديد الثقة النهارده من أعضاء الجمعية العمومية. لا، هي مش تجديد ثقة، يعني جمعية عمومية عادية بتحصل كل سنة في 3 شهور التالية لانتهاء السنة المالية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وتقريره في خطة العمل للعام الجديد ومناقشة الميزانية. فلم يكتمل النصاب القانوني فبيفوض مجلس الإدارة في صلاحيات الجمعية العمومية. حضرتك النهارده 737 صوت بس هم من حضروا النهارده الجمعيه العموميه. وطبعا كلام كتير جدا قبل انعقاد الجمعيه العموميه. حضرتك كنت شايف طبعا الكلام حضرتك عارفه الدنيا كلها عارفاه، كنت شايف مثل هذه الاجواء ازاي؟ هو يعني شيء طبيعي جدا في الوقت اللي احنا بنعيشه من فوضى في كل مكان، يعني امور طبيعيه ما هيش جديده علينا، ومعروف مين اللي بيقوم بالكلام ده. يعني مجموعه من الناس اللي هم متربصين بمجلس الاداره اللي ما وفقوش في الانتخابات، واللي كل واحد فيهم عليه علامه استفهام. يعني معظمهم كانوا عليهم عقوبات قبل كده، اللي اتشطب مرتين من النادي، اللي توقف 6 شهور بمحرم من دخول النادي، اللي استبعد من تدريب. يعني كل واحد له عله، فدول متربصين بمجلس الاداره، فكانوا بيحاولوا انهم يعملوا اي نوع من التوتر او القلق او عدم الاستقرار. لكن اعضاء النادي الحمد لله الغالبيه العظمى بخير